عرسان جدد حابين نديروا سهره بالطبع وحابين تقلشوا رواحكم بحاجه حلوه في هذه الليالي البارده. اليوم ان شاء الله الشيف صلاح الباتني حاب يقترح عليكم دي فوندون يجيو لداخل يسيحوا وحدهم مع دي ميني بانكيك بتزيين راقي وليه ليه تحضرهم. خوتي بلا ما نقول لكم ونعاود لكم يجيو ضربه في البنه. خليكم على الوصفه، نبداو مع لي بانكيك. اول حاجه عندي كاس نتاع فرينه من احسن نغربلوه، عندي كيس تاع خميره كيميائيه وملعقه متوسطه نتاع لافاني، 4 كاس نتاع السكر. نخلطوا هاد النواش مع بعض، نضيف لهم كاس غير اسبوع نتاع الحليب اللي يكون بارد، عندي ملعقه كبيره تاع مارغرين نذوبوها ونبردوها ومن بعد نضيفوها، وحبه تاع بيض، وبلا ما نساو قرصه نتاع الملح، ونخلطوا كلش حتى نحصلوا على هذا القوام. درتهم في قاروره ومن بعد شكلتهم على شكل دي ميني بانكيك وطيبتهم في مقلاة تكون نوعا ما ثقيله. نقلبهم ومن بعد نحيهم بنفس الطريقه نطيبهم كامل. ومن جهه اخرى نروحوا نجدوا لي فوندون. لهنا في ريسيبيون نحطوا 3 حبات نتاع البيض يكونوا بدرجه حراره الغرفه، نص كاس نتاع السكر، ونزيدوا ايضا ملعقه متوسطه تاع لافاني ونخلطوهم مليح. من جهه اخرى عندي 100 غرام تاع شوكولا نوار ولا شوكولا بالحليب مع 100 غرام تاع لا مارغرين نذوبوها ونخليوها سخونه ونخلطوها مليح، ومن بعد نضيفوها مع الخليط الاول ونخلطوهم كامل، ومن بعد نضيفوا حوالي 40 غرام نتاع الفرينه اي ما يعادل اقل شويه من نص كاس. نخلطوهم كامل، نجيبوا هاد لي مول سبيسيال تاع لي فوندون ندهنوهم بالزيت، نفرغوا فيهم الخليط ومباشره نفوتوه من الفرن مده 10 دقائق. انا شعلت من تحت وشعلت من الفوق. هذاك البانكيك تاعي كما كنتو زينتو درتو في لي بروشيت مع شرائح نتاع البنان والفراز. لي فوندون ايضا خليتهم 10 دقائق، خليتهم دفاو شويه ومن بعد قلبتهم. لي بروشيت ايضا زينتهم بشويه تاع الكراميل وشويه شوكولا اتارتيني، زدت ايضا سكر كلاصي شويه على هذوك لي فوندون وشويه تاع البيستاش. وبطبيعه الحال سهره بدون مكسرات ما درنا والو. اليوم حبيت نبارطاجي معكم منتوج جزائري 100%، منتجات عضويه طبيعيه بدون اضافات غذائيه عاليه الجوده. لا مارك اسمها جاست نوتس، عندهم نواه كاجو، عندهم بيستاش، عندهم اللوز، وعندهم الميكس اكيليبر. كما قلت لكم لا مارك جاست نوتس تلقاهم في المحلات. وشوفوا صدقوني مالحين وزيد قري هايلين. وشوفوا لي فوندون في الاخير كيفاش جاو مويلو، جاو بزاف بزاف بنان. اذا هذا هما وصفاتنا نهار اليوم، نتمنى ان تنال اعجابكم. شهيتكم بالصحه والسلام عليكم.